السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. سامعاكم وعارفة. يا دكتورة يا دكتورة، هو انت كل كلامك بس للأمهات؟ وفين بابا؟ هو بابا ملوش أي دور في التربية؟ طيب، لا طبعا هو بابا ليه دور في التربية، بس تعالوا بس هنتفق على حاجة برضو قبل بداية الكلام. أول حاجة إن فعلا الأم حرفيا هي اللي بتبقى في أغلب الأوقات هي اللي مع الأولاد، حتى لو أم عاملة، الأم العاملة بتيجي على وقتها وعلى صحتها وعلى راحتها علشان تقوم مع أولادها بالدور الأكمل. طب وبابا؟ خلينا نتفق ان في المجتمع المصري بتاعنا إن الاب يا اما دايما شغال ومشغول طول النهار، وفي اللي بيشتغل شغلانه واتنين وفعلا طالع عينه عشان يوفر كل سبل الراحه لاولاده ويوفر لهم الماده اللي هيقدر من خلالها ان هم بقى ايه ياكلوا ويشربوا ونوفر لهم رعايه كويسه. طب هل ده بيلغي دوره؟ لا طبعا. هنتكلم وهنقول كل واحد هيعمل ايه. بابا بيجي من بره تعبان ومش قادر وعايز يا دوب ياكل ويريح دماغه، تمام؟ ده اللي بيحصل في البيوت، طيب وممكن في نوع تاني من الابهات مسافر متغرب برضه علشان يوفر الماده لاولاده. طيب هل ده برضه يلغي دوره؟ لا طبعا لا يلغي دوره. وبرضه هنقول ان في سيدات مطلقات وهي اللي قايمه بدور الام ودور الاب، ربنا يعينها. وفي ناس والدهم متوفي، فبرضه الام هي اللي بتقوم بالدور دوت. فعشان كده كلامي اغلب للامهات. طيب الفيديو ده بقى لبابا، ماشي؟ فكل بقى ماما يتفرجوا لبابا او تعمل له منشن. طيب انت يا بابا بقى دورك ايه؟ هل دورك بس ان انت تجيب فلوس؟ لا، يبقى انت كده برضو هنرجع للفرق. يبقى انت كده دورك رعايه فقط، انت بتجيب لنا الفلوس عشان ناكل ونشرب ونتعلم. طب فين بقى التربيه؟ يبقى انت كده لغيت دور التربيه مع اولادك، وده طبعا ما ينفعش، لان كلكم راع تاني وكلكم مسؤول عن رعيته. فانت اللي هتتسال قدام ربنا عن اولادك دول ربيتهم ولا لا. تمام؟ يعني بمعنى انت فعلا جاي من الشغل، جاي تعبان، عايز ترتاح، عايز تاكل اللقمه وتريح شويه عشان يومك كان مضغوط، حقك مفيش اي مشكله. طيب ارتحنا شويه. اغلب الشكاوي دلوقتي بتجيلي ايه؟ هو بيجي ياكل ويدخل على السرير يمسك الموبايل ويقعد بقى ولا كأننا موجودين. طب ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. احنا مقدرين ان انت كنت تعبان وشغال طول النهار ومضغوط، بس خلينا بس نفتكر مع بعض ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو طبعا قدوتنا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيخرج، وكان في غزوات، وكان في حاجات كتير قوي الرسول عليه الصلاه والسلام بيعملها. بس الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان بيرجع البيت كان بيكون في خدمه اهل بيته، وكمان كان بيخدم نفسه. يعني انا هخدم نفسي يا سيدي، لا هي الست بتعمل كل حاجه مفيش مشكله، بس على الاقل هتساعدها في تربيه الاولاد. بلاش الموبايل كتير، هنقعد مع الولاد، عملتوا ايه النهارده، هنتكلم معاهم، هنديهم شويه نصايح على كل واحد على قد سنه. الصغير هنلعب معاه ونحسسه انه في بابا، الكبير لا في برضو حد مسؤول عنه، في حد بيحاسبه. هتفرق؟ ايوه هتفرق. لو انا بقى مش قادر على كل دوت برضو ويومي مضغوط ويا دوب برجع عشان ارتاح عشان ابدا شغل من اول وجديد، يبقى عليك مسؤوليه كبيره جدا قوي اللي هي نفسيه الام. وانا بقى مش جاي من بره وهي شايله كل حاجه، رعايه واهتمام وتربيه وتعليم ودروس وتدريب وكل حاجه، وانا اجي بقى انا كمان انت بتعملي ايه طول النهار ولا كده؟ يبقى ساعتها هتبقى مسؤوليتك نفسيه الام. هتخلي بالك قوي من نفسيتها، هتحاول بقدر الامكان يعني على مدار اليوم تسالها عامله ايه، الولاد عاملين معاكي ايه، طب مش عايزه اي حاجه اجيبها لك، لو بعتت لك بلاش اسلوب الشخط، انا في الشغل انا مش فايق، لا ما ينفعش طبعا. طب ما هي لو نفسيتها اصلا تعبت يبقى نفسيه البيت كله اصلا هتتعب، ولو هي اصلا انت عنفتها فهي بالتالي هتعنف الاولاد. تمام؟ فمفيش مانع ان وانا مروح اجيب لها حاجه حلوه معايا، والله مش هقول لو شوكولاتايه، لا لو باكل بسكوت، لو بالشوكولاته، كيس شيبسي اللي هي بتحبه، هتفرق والله هتفرق. تمام؟ الست عندها استعداد ان هي تدي وتعمل لما بتلاقي سن التقدير. الاكل حلو، الله تسلم ايدك. الولاد النهارده لا الله يكون في عونك، انا عارف ان هم تعبوكي. تمام؟ البيت متروق، البيت مش متروق، معلش انا عارف ان انت كنتي النهارده زمان طالعه عينك مع الولاد، بتفرق والله بتفرق. يبقى لو انت مش قادر او وقتك مش سامح ان انت تاخد بالك من الولاد معاها او تساعدها بحكم شغلك، مش بحكم ان انت مكبر دماغك، في فرق كبير جدا. تمام؟ فساعتها يبقى لازم نراعي قوي نفسيه الام، اللي هي ساعتها هي اللي هتقوم بكل حاجه. تمام؟ هتفرق، جربوا وهتشوفوا. طيب لو انا مسافر بقى وانا مش موجود اصلا في مصر،
ده بيبقى عذاب اكبر. فساعتها بقى لازم على مدار اليوم، لا بتصل عليهم على مدار اليوم، بسأل عليهم على مدار اليوم، بديها كلام ايجابي على مدار اليوم، بحسسها ان انا مش معاها بس قلبي معاها، وان انا فعلا مقدر اللي هي بتمر بيه. اكلم الولاد ودايما اقول لهم اسمعوا كلام ماما، ما تزعلوش ماما، انا مش موجود. فلو مثلا عندي ابن كبير خلي بالك من ماما، انت مكاني، خلي بالك من اخواتك. بس في نفس الوقت هو بيعيش سنه، وخلي بالكم ان التربيه محتاجه ذكاء جدا، ومحتاجه كل حاجه بتبقى على شعره. يعني لو ما احسنناش استخدام التربيه فممكن تجيب معانا نتائج عكسيه. فهنظبط الحاجات دي، هنظبطها من مواقف الحياه بعد كده. يبقى دور الاب، ما دام الاب الحمد لله موجود معانا، فلو هو مشغول طول النهار المفروض لما تروح هتعمل ايه؟ طيب لو هو مسافر بره المفروض حتى وانت مسافر هتعمل ايه؟ نفسيه الام ثم نفسيه الام ثم نفسيه الام. سعاده البيت وراحته كلها بترجع لنفسيه الام. سن التقدير صغيره هتفرق كتير، كلمه حلوه هتفرق كتير، هنقعد مع الولاد هتفرق كتير، الكلمه من الاب بتفرق كتير. فيا جماعه يا بابا خلي بالك شويه انت كمان من تربيه الاولاد، لان صدقني انت كمان هتتحاسب زي الام قدام ربنا. هل انت ربيت صح ولا ما ربيتش؟ ولادك لما هيكبروا هيكونوا فخر ليك، وهيفتكروا لك قوي ذكريات حلوه معاهم، وهيبروك لما تكبر، وبعد عمر طويل هيترحموا عليك. فخلي بالك ان دي مسؤوليه ودي امانه، وما دام اتحطينا في الوضع دوت يبقى لازم نكون قدها. نرجع للفيديوهات ونعرف ايه الفرق بين الرعايه والتربيه، واحنا هنعرف ان في فرق كبير بين انك خارج علشان تجيب فلوس بس، وانك قاعد وسط ولادك وبتربيهم. اظن كده الامهات هتبقى مبسوطه، ومحدش هيقول لي فين دور الاب في الموضوع. ادينا قلنا دور الاب في الموضوع. لو عايزين اي كلام تاني بقى يتقال فقولوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله اعمل لكم فيديو تاني. وقبل ما نقفل هنصلي كلنا على النبي، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.